في ناس بتعتمد بشكل كبير على سناكس من السوبر ماركت من غير ما تقرا المكونات الغذائيه وفاكرين ان هي صحيه، بس للاسف هي مليانه دهون مشبعه وسكر ابيض، وتكتشف في الاخر ان وزنها مش بينزل. بس الحقيقه ان الشركات شاطره في تسويق منتجاتها، واللي يفرق بجد انك تعرف تقرا المكونات الغذائيه اللي موجوده على المنتج. في الفيديو ده هوريك ازاي تعرف تقرا المكونات الغذائيه وتكتشف نسبه السكر والنشويات والصوديوم بخطوات بسيطه اي حد يقدر يعملها، عشان المره الجايه في السوبر ماركت تمسك اي منتج وتعرف تقرا المكونات الغذائيه. اول قاعده: اقرا قائمه المكونات مش العنوان. لو مكتوب قدام المنتج شوجر فري او اورجانيك او دايت، ده مش كفايه انك تعرف ان هو صحي. الشركات ممكن تكتب ان هو صحي او اي حاجه، لكن القائمه عمرها ما تكذب. رقم 2: السكريات المستخبيه. الشركات ما بتكتبش كلمه سكر، بس ممكن تلاقيها باسماء تانية زي جلوكوز، فركتوز، مالتوز، سيرب. لو لقيت اكتر من نوع سكر في المنتج اعرف ان فيه سكر كتير، حتى لو مكتوب عليه بدون سكر مضاف. ولو السكر جاي في اول 3 مكونات يبقى المنتج مش صحي. رقم 3: الدهون الغير صحيه. بص على كلمه ترانس فات او هيدروجينيتد اويل، لان دي اخطر انواع الدهون وبتاذي القلب. يعني لو لقيتها في القائمه سيب المنتج ورجعه على الرف. رقم 4: الصوديوم العالي. كتير من المعلبات والشيبسي والصوصات مليانه صوديوم. لو لقيت المنتج فيه اكتر من 400 مللي جرام صوديوم يبقى كده نسبه الصوديوم عاليه. حاول بقدر الامكان تقلل المنتجات اللي فيها ارقام صوديوم عاليه عشان تحمي القلب وتقلل الضغط. حاجه مهمه بقى ناس كتير بتقع فيها، وهي عدم تقدير حجم الحصه. يعني تلاقي المنتج مكتوب عليه 60 كالوري في الحصه الواحده، تقوم انت بقى واكل الكيس كله وفاكر ان الكيس فيه 60 كالوري، مع عدم تقدير حجم الحصه. لان الحصه الواحده ال 10 جرام فيها 60 كالوري، والكيس كله اصلا هتلاقيه 60 او 70 جرام. يعني انت اخدت 6 او 7 حصص، يعني الكيس كله فيه 360 كالوري، مش 60 بس زي ما انت كنت فاكر. ترتيب المكونات الغذائيه بيكشف الحقيقه. المكونات بتتكتب ترتيب الكميه من الاكبر للاصغر. يعني لو اول كلمه مكتوب سكر او دقيق يبقى المنتج ده اغلبه سكر او دقيق. فدايما تبص على اول 3 مكونات، لان دول بيحددوا المنتج معمول من ايه. الخلاصه: ما تصدقش العنوان، صدق المكونات. لو عرفت تكتشف السكر والدقيق والصوديوم العالي هتبقى بتشتري بوعي ومش بتقع في فخ الدعايه. قولي في الكومنتات ايه اغرب حاجه اكتشفتوها وانتوا بتقروا المكونات الغذائيه. ولو الفيديو عجبكم شاركوه مع اصحابكم عشان تعرفوا ازاي تكتشفوا الاكل الصحي بوعي. واوعى تستلف راحتك على حساب صحتك، لان صحتك اغلى ما تملك. سلام.